يا رب قلب زي قلب سيدنا عمر وتعلقه بالصلاة. اللي هحكوا لك ده حقيقي وحصل. سيدنا عمر وهو بيصلي بالمسلمين الفجر، وابو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق طعنه بالخنجر كذا طعن، والخنجر كان مسموم. سيدنا عمر اغمى عليه من الطعنات دي، ودمه بقى مسموم. فحاول يقدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف علشان المسلمين يكملوا صلاة، وبالفعل كملوا صلاة، واخدوا سيدنا عمر بن الخطاب وهو مغمى عليه للبيت، وحاولوا يفوقوه بس للاسف مفيش اي اجابة، مش بيستجيب خالص للنداء. سيدنا عبد الله بن عمر قال لهم لو عايزين تفوقوه تعالوا جنب ودانه وقولوا الصلاة يا أمير المؤمنين، وبالفعل عملوا كده. وتخيل بقى واحد مطعون كذا طعنة بخنجر مسموم يفوق ويقول نعم نعم الصلاة، والله الصلاة، أصلى المسلمون. أنت متخيل؟ بيحتضر وبيقول الصلاة، قلبه متعلق بالصلاة. فطمنوه قالوا له احنا صلينا تمام. هو قال انا عايز ميه عشان اتوضى، واتوضى وصلى وهو بينزف، وقال رضي الله عنه ليس في الاسلام حظا لمن ترك الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت وبيحتضر يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. بالله عليك ايه عذرك في ترك الصلاه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. عايز ايه تاني يعني؟ عايز نص ايه تاني اكتر من كده يخوفك؟ الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي أم العبادات وأساس الطاعات، نهر الحسنات الجاري وسيل الأجور الساري، العبادة التي لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا إلا إذا أقامها، عمود الدين وأول ما ستسأل عنه في قبرك. الصلاة نور، صلي ربنا ينور لك دنيتك وآخرتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أرحنا بها يا بلال. الصلاة راحة، الصلاة قرة العيون. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. مش هطول عليك بقى، انت لازم تصلي، شوف لك حل. ربنا يجعلك من المحافظين على الصلاة والخاشعين فيها، والأمين. السلام عليكم.